السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بصوا بقى، في البداية كده هتكلم معاكم شوية طبعا عشان انتوا وحشيني كتير. وحشيني كتير قوي قوي، بس للأسف أنا بس كنت غايبة شوية كده لظروف يعني خاصة وكده. ماشي. سامحوني بقى طبعا على قلة الفيديوهات، بس ان شاء الله استمر من هنا ورايح بإذن الله على الفيديوهات. كان في بس كده، يعني انا عامله بقى الفيديو دون كده. اللي عايز بقى ياخده على نفسه ياخده، يعني اللي حابب اللي هو ياخد الفيديو ده على نفسه وياخده ليه ياخده. انا بتكلم دلوقتي بموضوع ان مش عارفه بقى دي نفسنا ولا ده ايه. بصوا، انا هصور لكم الشقه كده وانا بتكلم، ولا اتكلم كده مش عارفه، ما علينا. هكمل زي ما انا كده. انا مش عارفه ليه الناس بتغير من بعضها، وليه الناس يعني مش بتحب الخير لبعضها. يعني ليه؟ انا مش عارفة بصراحة، يعني انا مش عارفة ليه الناس كده مش فيها خير ومش بتحب بعضها كده. والمشكلة مش اي ناس، دي ناس يعني اقرب الناس لينا. يعني بتبقى اقرب الناس لينا، يعني طبعا مش اخواتي طبعا ولا حد من اهلي. اهلي كلهم بيتمنوا لي الخير وبيتمنوا لي الفرحة وبيتمنوا لي ابقى انا اسعد بني ادم واسعد واحدة في الدنيا كلها. يعني اكيد اللي يتفرج على الفيديو ده وانا عارف نفسه قوي، وانا عامله الفيديو ده اخص. واللي يقول بقى هي بتلقح، هي بتتكلم على مين، هي مش عاجبه وعارف الفيديو ده وان هو رايح ليه وبيتكلم عليه، ما يتفرجش عليا. ما يتفرجش، يعني ما يتفرجش كده ويخرج. يخش يراقبني كده ويخرج، يعني يخش كده اللي هو يراقبني ويخرج كده. لا، يخش يراقبني في عيشتي وفي بيتي وفي شقتي وفي حاجتي وفي لبسي ولبس عيالي، بودي عيالي فين وبجيبهم فين وبروح الساعة كام وباجي امتى، ودي لبست، دي كلت، دي جابت في شقتها، دي جددت. طب ليه؟ ليه يعني؟ ليه؟ انتوا عارفين اللي جوايا ايه؟ محدش عارف اللي جوايا ايه طبعا. يعني ايه؟ مش كل حاجة سفر، ومش كل حاجة فلوس، ومش كل حاجة يعني. السفر ده قصاده يعني تمن تاني وحاجة تانية. تمن انت بيبقى نفسك يبقى جوزك معاكي، لو عيل تعب، لو بنت تعبت، راحة بطولة بعيل، راحة تمرين بعيل، جاي عيد رمضان، اي مناسبة، اي حاجة. فليه النفسانة دي؟ يعني انا بصراحة مش عارفة. يعني انا بصراحة، بصوا انا يعني الفيديو ده بقى انا هقوله كده. انا كنت خلاص يعني شبه خلاص كنت واقفة على الطلاق او كده، يعني خلاص منفصلين. انا لسه فرش شقتي دلوقتي، يعني لسه فرش شقتي بقالها قد ايه؟ مش فرشاها، والجو ساقعة والجو شتا. يعني لسه فرشاها شقتي النهاردة يعني فرشاها النهاردة. هو مين؟ ليه كده؟ ليه؟ خلاص بعد ما خدت قرار ان انا همشي وخلاص وهتطلق وده يعني. مش عارفة في ايه. ليه كده؟ حد يقول لي بقى في التعليقات، دي ايه؟ دي نفسنا ولا ده غيرة ولا ده حقد ولا ده ايه؟ ليه الناس بتحبش بعض؟ او مش عارفة. يعني انا بصراحة مش عارفة، مش هتكلم تاني. بس طبعا لازم انا اشارككم. بما اني بقى انا اتكلمت وقلت هقول لكم بقى المفاجأة بقى. انا جبت برضو، يعني جبت حاجات في شقتي عشان فرشت منه فرش الشتاء وكده. يعني فرش الشتاء، وقلت منه فرش الشتاء و... ومني بقى فرش الشقة عشان الشقة كانت عريانة وكده. فهوريكم بقى واشارككم شوية حاجات اللي انا جبتها جديدة كده وفرشتهم في الشقة. دول طبعا الناس حبايبي اللي متابعيني، والناس اللي بتحبني، والناس اللي بتسأل عليا وتخش على طول تقول لي تقولي ليه ما بقيتيش تنزلي فيديوهات، ليه ما بقيتيش. بس للاسف ظروف، بس من ورايحة اوعدكم ان انا ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات باذن الله. وزي ما بشارككم في فرحي وفي كل حاجة هشارككم برضو بصوا في اي حاجة، باي تفاصيل حياة هشارككم بيها. يعني انا هشارككم بيها. فيا جماعة، يا ريت ما حدش يستكتر الحاجة على اللي هو شايفه في ايده حاجة حلوة. ممكن يكون مديله حاجة بس حرمه من حاجة تانية. يعني مديله حاجة ونقصه في حاجة تانية. يعني مش كل بني آدم كامل، او كل واحد كامل في عيشته، او ليه؟ سيبوا الملك للمالك. يعني سيبوا الملك للمالك. انا مش هقول اكتر من كده. يعني انا مش هتكلم ومش هقول اكتر من كده. ان انا نفسي بس الناس تسيب كده الملك للمالك وتدعي للناس كده وكده يعني. بس فانا مش هتكلم تاني وهقول اكتر من كده، ولا هقول اي حاجة تاني. يعني هو ده بس اللي انا هقوله.
فقولي بقى في رأيكم في الكومنتات كده، كل واحد يكتب كومنت، هل كل واحد عنده ناس من اغضبن دي وعنده ناس من نفسنا اللي هي بتضحك قدامك بوش ومن وراكي بوش؟ يعني بجد انا ما شفتش ناس كده. يعني ليه بتستكتروا الحاجة على الواحد، وليه قدام الناس بوش ومن وراها بوش ليه ده كله؟ ليه؟ يعني لما نشوف حاجة نقول بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، ربنا يعين كل واحد على حاله، ربنا يعينها على عيالها، ربنا يعينه على عياله، ربنا يعين كل واحد مغترب على غربته وعلى وحدته وعلى كل حاجة. مش عارفة بصراحة، مش عارفة. بصوا بقى دلوقتي هشارككم كده، قولي ايه رأيكم. انا كنت جايبة هنا حافظتين جداد. بصوا الحافظة دي شايفينها اهي عند الركنة هنا اللي هي في اول دخلة الباب. دي بصراحة عجباني كده، يعني هي مش فيها، بصوا يعني ده عند دخلة الباب كده اهي. انا حبيتها بصراحة عشان رقيقة كده، يعني مش فيها اي افورة. هاخدها لكم برضو صورة كده واحطها لكم برضو كده من بره. دي بصراحة انا جبتها وحبيتها ان انا احطها هنا كده، يعني ايه منها للركنة، فيها لون الركنة كده، وحبها بصراحة هنا. وجبت برضو المفرش دون كده، هو عجبني، هو مش عاجب شهد بس يعني عاجبني انا ك... كشخصية عاجبني انا، يعني كذوق كان عاجبني انا. ماشي. حد بقى هيقول لي الآية القرآنية دي حرام، انا مش بحط عليها حاجة، يعني انا حطها بس كده كمنظر، واول ما بنقوم الصبح كده يعني انا بقرأها، والعيال بيقرأوها وكده، فانا مش حاطة عليها اي حاجة، يعني شايلة الفازات والمناديل حطها في الناحية التانية، مش حاطة عليها اي حاجة. احنا هنا بقى العقبة في الحافظة دي. بصوا برضو الحافظة دي كيوت قوي وحلوة قوي، بس دي بقى اللي انا محتاجة رأيكم فيها، تشاركوني وتقولولي. الشهد بتقول يا ماما لا شيلها من على السجادة الشعر، يعني مش حلوة او كده. حتى انا لسه ما عدلتهاش، قلت عشان لو قلت لي في الكومنتات هشيلها افرشها كده على السجاده الشعر. بتقول يا ماما انت ممكن تسيبيها تبقى بديل قصاد دي، يعني دي اللي اتوسخت احط دي مكان دي، يا ماما شيليها من هنا، مش حلوه على السجاده الشعر، بس انا قلت افرشها تدي منظر، ومنها ايه يعني تدفي الجو الشتا طبعا وسقعه، تدفي الشقه. انا بقى كانت شقتي دي كنتوا تشوفوها، يعني ما اقولكوش بقى، كانت زريبه وكانت عريانه وكله في قلب بعضه كده. بصوا برضو جبت مفرش هنا كده للفريزر، جايبه المفرش دون برضو كده جديد. ماشي. وطبعا على التاني القديم اللي عندي قلت يبقى غيار. بصوا بقى برضو هوريكم الحافظات من هنا كده اهي. بصوا بقى ال... بصوا بقى انا عندي البلكونه قسما بالله ولا صيف ولا شتاء البلكونه دي بتفضى، يعني مش بتفضى خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، طبعا كله باللهلوبه بتاعتي دي ما شاء الله، يعني بجد نفعتني قوي. يعني كنت عايزه اقول لك كل يومين ثلاثه انا بغسل في الشتاء دون كده. ماشي. فانا ادي كده خلاص خلصنا الصاله والارج. برضو حاطه دي برضو هنا كده. ماشي. مش حاطه عليها اي حاجه، انا شايله الفازات وشايله كل حاجه. ماشي تمام. بصوا بقى فاكرين الدفايات دي اللي انا كنت جايباها معاكم في تصفيات الشتاء، يعني في اخر الشتاء كان خلاص الصيف هيهل، كان في اخر الشتاء اللي كنت جايباها معاكم. لو تفتكروا، لو هتراجعوا الفيديوهات كده هتلاقوها. طلعتها برضو كده وفرشتها، نفعتني بصراحة. يعني برضو حلو، انت ممكن تجيبي تصفيات في اخر الصيف، هتنفعك ايه الشتاء اللي جاي، تجيبي تصفيات في اخر الشتاء تنفعك الشتاء اللي بعديه. انا فعلا برضو هدوم الشتاء كنت جايبه الاولاد اخر الصيف اللي فات، نفعتني بصراحه الشتاء ده. ما اشتريتش الا من محمد بس 3 ترنجات، يعني بلاش اقول السعر عشان اغضبني. اشتريت 3 ترنجات ب1000 جنيه لمحمد. فبجد لا كنت جايبه عرض كده من عند اسواق حمزه اللي عندنا في الخصوص، لو حد يعرفه او حاجه، كنت جايبه منه عرض حلو. فالدفايات برضو نفعتني كده، رحت فرشاها. طبعا غاسله بقى السجاجيد. بصوا غاسله السجاجيد كده برضو، ده مفرش برضو جايباه جديد كده للجزامه، يعني جايبه الطقم مع بعضه كده، واحده صاحبتي بتفصلهم. بصوا وجايبه واحد برضو للكومودينو كده. فقولي بقى ايه رايكم. هنا بقى فرشت بقى الستاير دي، شلت الستاير بتاعت العيد اللي كانوا اخواتي عاملينها لي وجوزي جاي، ها شلتها وركبت بقى الستاير دي كده. قلت تنفعني بقى ايه في الشتاء كده عشان تقيلة شوية. هستنى منكم التعليقات تقولوا لي اشيل الحافظة دي تبقى دي غيار قصاد دي ولا لا. طبعا شمس هنا ورتاج قاعدين بيلعبوا في البلكونة. هنا كده الشاشة شلتها دخلتها اوضة النوم. ماشي. هوريها لكم برضو، شلتها دخلتها كده اوضة النوم اهي.
بصوا، طالما في الشتاء احنا يعني بنقعد في اوضه النوم وكده، فانا بقى لازم اغطي المرايه دي، يعني عشان ايه بيقولك بقى غلط وكده. رحت جايه بقى حاطه الشاشه هنا كده، وده طقم تسريحه برضو انا لسه جايباه جديد. قولوا لي برضو ايه رايكم فيه. اي حد معلش بقى الاضاءه هنا مش حلوه في الاوضه دي. آه يعني لو حد عايز ارقام الست اللي بتعمل مفارش دي بتخيطها، هي اصلا مصنع، فبتباع بسعر كويس كده وحلو. برضو شفتوا الدفاية الكيوت دي، يعني سبحان الله لقيتها شبه الطقم السرير بالظبط. اللي انا كنت جايباه برضو مع الدفايات التانية، فبصراحة لقيتها حلوة كده وشكلها حلو، ويعني رقيقة كده وحلوة. بس وهنا بقى كده قفلنا بقى المطبخ. بصوا، يعني لسه في شوية فينج فنش بس كده يشيل الازايز الحاجات دي بس. والنهارده جبنا بقى غدا، جبنا كشري، يعني احنا فطرنا كشري واتغدينا كشري. جبته وكل واحد ما خلصت العلبة بتاعته حتى الباقي هو. بس وكده فرشت بقى يعتبر فرش الشتاء، وفرش اللي انا عدت لشقتي. وفعلا زي ما الناس قالوا لي مالكيش دعوه بحد، ما تعلقيش دماغك بحد، اللي يقول يقول، واللي يتكلم يتكلم، واللي عايز ينفسن ينفسن. ماشي، انا مش هشغل بالي بحد تاني، يعني انا مش هشغل بالي بحد تاني ولا هطنش، يعني عارفين اللي هو ايه. خلاص مش فارق معايا، انتوا مش فارقين معايا، وهطنش بقى يعني. مش هشغل بالي تاني، يعني انا مش هشغل بالي تاني خالص. اللي عايز يتكلم يتكلم، واللي عايز يقول يقول، واللي عايز ينفسن ينفسن، واللي عايز اي حاجة يقول اللي هو عايز يقوله. انا مش هتكلم تاني، ولا هقول اي حاجة تاني. مش هقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل بس. مش هقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. هي حسبنا الله ونعم الوكيل بس اللي انا هقوله، وبس. مش هتكلم بقى. بجد انتوا وحشتوني كتير، وكل الناس وحشتني قوي قوي قوي. وان شاء الله استنى مني الفيديوهات جديدة وروتينات بقى وتشجيعات كده طبعا، لكل الناس اللي سألت عليا، وكل الناس قالت لي بقيش تنزلي فيديوهات ليه. طبعا هنزل ان شاء الله وهستعين بيكم. ما تنسوش بقى اللايك، الكومنت، يعني التعليق الحلو كده اللي بيفرحني. تشتركوا في القناة لسه ما اشتركش لحد دلوقتي، يشترك في القناة كده عشان هكبر بيكم ان شاء الله، وانتوا عيلتي وانتوا حبايبي وبشارككم بكل حاجة. بس فهقول لكم مع السلامة، وفي رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.